سامعين صوتها؟ بصوا اللي مع اختها دي عملت كده، ما تقلقوش منها، تفتحوها كده هتتفتح من غير ما تتكسر ولا اي حاجه اهي، ولا تقلقوش منها خالص اهي، هتفك معانا وهتبقى زي الفل اهي اهي اهي، يعني ما تخافوش منها اهي اهي، من غير اي تكسير اهو. نعيد على صوت البطاطس تاني. بصوا سامعين؟ بصوا ابني بيقول لي على الريتينا ما تتخبطش بالصينيه، تخبط البطاطس في بعضيها يا ماما اهي. قلت له حاضر من عينيا اهي. بصوا اهي، حتى اللي ماسكه في بعضيها دي ما تقلقيش منها اهي، هتتفتح معاكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بما ان ايام بسيطة وايام قليلة ويهل علينا شهر الخير، كل سنة وانتم طيبين. يعني فعلا اللي بيقول يا ريت كل السنة رمضان، والله العظيم بجد فعلا يا ريت تبقى كل ايام السنة رمضان فعلا، والله العظيم. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم وعلى كل الأمة العربية يا رب بالخير والسعادة والصحة قبل كل شيء وراحة البال، ويبلغنا رمضان يا رب لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب. ادعوا لأهل غزة وأهل فلسطين يا بنات في الأيام الكبيرة، ربنا يا رب كده. مش عارفة والله العظيم، مش لاقي الواحد، مش لاقي كلام يقوله. يعني احنا في الظروف اللي احنا فيها دي وبنقول ناس يعني بتشد في شعرها، فما بالكم منهم هم. ربنا يا رب كده يزيح الغمة عنهم ويشيل البلاء عنهم، وربنا ينتقم منهم، من كل كافر ومن كل ظالم يا رب ومن كل معتدي. دلوقتي يا بنات احنا معانا ايه بقى النهارده؟ هنفرز ايه او هنشتغل ايه؟ بص يا بنات، احنا هنفرز طبعا زي ما قلنا كلها ايام بسيطه كده، ويدخل علينا شهر رمضان، فما فيش اكيد اي سفره سحور او صينيه سحور او سحور في اي مكان في الدنيا ما بيخلى من طبق البطاطس. انا عايزه اقول لكم البطاطس دي زي العيش عند الناس كلها، يعني مش انا بس، زيها زي العيش بيبقى موجود في البيت يعني. وبيحبها الكبار قبل ما بيحبها الصغيرين، قبل ما بيحبها الكبار، وبيحبها الكبار قبل ما بيحبها الصغيرين. يبقى انا كنت بقول صح من الاول. بس فبما ان البطاطس الايام دي موسمها حلو جدا، اسعارها كويسه، بس الكيلو بتاعها عامل 10 جنيه، وبطاطس تحمير حلو قوي يا بنات، فاحنا لازم نستغلها ونحاول على قد ما بنقدر اهو. بنحاول نتماشى كده ونحاول نعمل تفريزات على قد ما نقدر على قد ايدينا. البصل حاليا برضو سعر حلو بأمر الله، برضو عايزة انزل فيديو لتفريز البصل بأمرك يا رب. اللي عملت البطاطس حلوة. البطاطس زي ما قلت لكم كانت عاملة 10 جنيه، انا ما نزلتش جبتها. هو الصراحة الراجل يعني لف تحت البيت وكده، فانا اخدت منه. دول كانوا كام؟ دول كانوا 10 كيلو بطاطس يا بنات، كانوا عاملين 100 جنيه. طيب كنت في اليوم ده كنت صايمة وكده، كان يوم خميس اللي هو امبارح، يعني الفيديو ده هنزل لكم ان شاء الله النهاردة الجمعة، وانا قاعده كده من بعد العصر. بصوا كده والله هم مش هياخدوا ساعه زمن معاكم، بس هترتاحوا وتريحوا نفسكم، واللي هنقدر عليه زي ما احنا بنقول، اللي هنقدر نشيله نشيله، واللي هنقدر نفرزه اللي على قد ايدينا هنمشي بيه. تمام تمام. طيب جبت ال10 كيلو دول، وقلت انا ايه بقى، صليت العصر كده واستعنت بالله. عايزه اقول لكم المقشره دي طلعت حكايه، والله العظيم بجد طلعت سريعه فوق ما تخيلت، اكتر من اللي هي المقشره التانية دي اللي انت بتمسكيها كده وتشدي كده. لا دي الصراحه طلعت زي السكينه، بل بالعكس بتتحكمي فيها اكتر من السكينه، يعني بسم الله ما شاء الله، وبتاخد كده القشره الخفيفه اللي من فوق. طيب حطيت البطاطس بتاعتي وجبت الصينيه، وجيت قدام بقى التلفزيون، لان دول 10 كيلو بطاطس استحاله طبعا ان انا هقدر اقشرهم وانا واقفه. قلت انا هصلي بس، يعني هسلي مش هصلي، هسلي كده الكام ساعه اللي فاضلين من بعد اذان العصر، يعني كانوا ساعتين ولا اكتر، هسلي نفسي فيهم كده لحد ما افطر، وهشتغل على البطاطس بتاعتي. فجبت نص طبق يا بنات من الميه، وقعدت كده اقشر واحط البطاطس فيه. ما انا مش هسيب بقى البطاطس تسود، ده العشر بسم الله ما شاء الله 10 كيلو، على بال ما بتقشريهم برضو هتاخدي وقت، والبطاطس ما بتستحملش. طيب البطاطس القاعده موجوده في الشنطه بتاعت البطاطس دي، ايه دي؟ البطاطس الرفيعه اللي عايزه السلق.
او لو حبوا الاولاد هم وعايزين تبقى في بطاطس موجوده في البيت وعايزين يحمروها براحتهم. بس انا خليت الكام حبه دول كده ايه، الصراحه حسيتهم صغيرين كده ورفيعين مش هينفعوا ان انا ايه اقطعهم، فقلت خليهم دول مش مشكله. بس لميت بس كده القشر في شنطه من الشنط بتاعه البطاطس اللي انا كنت مفضياها، وهاخد كده البطاطس بتاعتي واغسلها غسله محترمه جدا تحت الحنفيه، غسله كويسه. طب انا قعدت هنا ما قعدتش ما اشتغلتش في المطبخ ليه؟ اول حاجه لان انا ظهري وجعني مش هقدر اقشر الكميه دي كلها. تاني حاجة الإضاءة عندي زي الزفت هناك، اللمبة الكبيرة أو الإضاءة الكبيرة بتاعتي مش عارفة انطفت كده مرة واحدة، مش عارفة اللي جرالها، فالإضاءة مش حلوة جدا في المطبخ خالص خالص. فقلت لأ خليني كده في الإضاءة اللي بره عشان تشوفوني كويس، يبقى الفيديو يعني مقبول. طيب خدتهم كده غسلتهم غسلة كويسة، وجبت برضو مية نظيفة، وجبت البلانشة بتاعتي. طبعا أنا كنت جايبة قطعة القطاعة بتاعت المخلل وكده معايا، وجايبة السكينة وجايبة الحاجة بتاعتي جنبية علشان خاطر ان انا ايه محتاجش حاجة او مقومش اجيب حاجة بس. وبدأت هنا ان انا اقطع البطاطس وكده فوق البلانشة. طيب التقطيعة بقى بتاعتك دي اللي ترتاحي ليها انتي حرة، عايزاها بالطول، عايزاها بالعرض، عايزاها يعني سميكة شوية، عايزاها خفيفة شوية، انتي حرة. انا قطعت بقى زي ما بقطع الصوابع بتاعتي، على الرغم اني احنا بنحبها الصوابع، لكن انا عندي نصر الصراحه ما بيحبهاش صوابع، بيحبها اللي هي الحلقان المدوره دي فانا ما عملتلوش كده، عملتها الصراحه كلها صوابع بس. فخدت اللي هو اول شكل اللي هو الشكل ده، هاخد كده ايه يعني هشكلهم مش هخليهم كلهم بالشكل ده، يعني هاخد كده كام واحده هقطعها اللي هي الصوابع العاديه بتاعتنا دي، وبعد كده هبدا ان انا اقطع اللي هي الصوابع التانية اللي هي بقطعه المخلل، علشان تعمل لها كده زي الزجزاج، يعني تعمل لها شكل في البطاطسايه وكده بس. فقعدت برضو لازم تبقى في ميه يا بنات محطوطه جنبيه وكده علشان خاطر برضو البطاطس ما تسودش. يعني انا عايزه اقول لكم انا كنت بقطع وبحدف على طول في الميه، قلقانه خايفه من الكميه اللي موجوده التانية قدامي دي اللي انا بقطع فيها، يعني خايفه منها ان هي برضو تسود معايا، ان البطاطس بالذات ملهاش ان هي تشوف الهواء خالص. ابسط حل ان احنا بنحطها في ميه بس. فهاخد برضو كده كام واحده زي ما قلت لكم ان انا هبدا كده ان انا اقطعهم بالشكل الزجزاجي بالقطعه بتاعت المخلل، وهبدا كده خدت جزء كده بالطول، وبعد كده هاخد الجزء التاني يا بنات هاخده بالعرض. بس انا هوريكم كده شكلها، الصراحه هي بتعمل شكل حلو جدا للبطاطسايه، يعني بيبقى شكلها حلو بس. دي يا بنات البطاطس اللي احنا بنجيبها الجاهزة، اللي هي البطاطس الفارم فريتس دي اللي احنا بنجيبها جاهزة من بره. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم اسعار البطاطس دلوقتي حلوة، يعني انتوا بتجيبوا الكيس، شوفوا بتجيبوا الكيس بكام من بره وكده. واحنا ليه واحنا بايدينا ان احنا نعمل كل حاجة، احنا اللي عملنا المستحيل، مفيش مستحيل قدامنا، احنا اللي اتخطيناه دايما. فبصوا هنا انا قطعته اهو بالعرض برضو، يعني معاكي عايزه الطول ده بتاع البطاطسايه انتي حره، عايزه الطول التاني بصوا انا جبتها هنا ايه بالعرض اهي، ما اخدتهاش بالطول زي ما انا بدأت في الاول. وهقطع كل الكميه دي بنفس الطريقه كده، وبعد كده هشوف هعمل ايه. هنا بقى كنت خلصت كل الكمية اهو، ولسه انا ما كنتش فطرت، كان لسه المغرب ما اذنش. بس انا بوريكم هنا ادي التقطيعة اللي بالزجزاج كده، وادي التقطيعة العادية. يعني انا عملت الصوابع دي والصوابع دي، هاخدهم برضو هغسلهم غسلة كويسة، واحطهم برضو في بصوا لونهم اهو بعد ما اتغسل كويس يا بنات، واحطهم. دي مريم مريم كانت عمالة تلعب جنبي هنا في المطبخ وواقفة جنبي. فالمهم هنا هنعمل بس ايه، هنحط عليهم دلوقتي، انا جبت كوباية مية كده، هنزل عليهم بمعلقتين من النشا في كوباية المية اهي، معلقتين كبار من النشا، وفوق معلقتين الكبار من النشا، بس اقلب النشا الاول، هجيب معلقتين ملح وهحطهم عليهم وهقلبهم تقليبة كويسة قبل ما انزل بيهم على البطاطس بتاعتي. يبقى احنا اللي حطيناه ايه في الكوبايه، معلقتين كبار من النشا ومعلقتين ملح اللي هو بتاع الطعام بتاعنا ده، وهننزل كمان بحوالي كده نص كوبايه من الخل الابيض بتاعنا. هنقلب كل الكلام الحلو ده كده مع بعضيه. انا هنا حسيت ان البطاطس من فوق محتاجه شويه ميه، هجيب لها بس طبق صغير من الميه هفضيه عليها وهسيبها بحيث ان الميه تبقى مغطيها كلها من فوق. وهروح بقى احط بقى الزيت بتاعنا على النار، هفتح كده البوتاجاز بتاعي واحط حله، لان انا ايه هعمل كميه كبيره،
يعني بسم الله ما شاء الله كميه كبيره، مش يعني الصينيه او المقلايه الصغيره مش هتنفع فيها. هنا بقى هيجي وقت التضحيه بقى. التضحيه بقى في ايه؟ انك انت هتضحي بقى بازازه زيت. ده كان نص ازازه وحطيت عليه نص ازازه تاني علشان خاطر الكميه دي كلها. الصراحه النص ازازه يعني ما كفتش، فهي التضحيه بس في الجزئيه دي او في الحته دي بس. خدت شويه بطاطس كده في المصفايه بتاعتنا وسبتهم يتصفوا شويه عشان قبل ما انزل بيهم في الزيت يكونوا صفوا المصفى، يعني صفوا من المصفى كده الميه بتاعتهم. طب انا سبت كده حوالي البطاطس كده حوالي نص ساعه ولا حاجه منقوعه بالخل وبالنشا وبالملح. نزلت بيهم في الزيت، هتاخد تقليبه مع التانية. بس كده، احنا مش بنخلي البطاطس كتير يا بنات في الزيت، احنا يا دوبك بس يغير لونها، يعني اللون بتاعها بس يتغير نروح رافعينها على طول من الزيت. اهو تقليبه في التانية وهرفع بس كده على طول. هوريكم برضو اللون بتاعها، هقرب التصوير كده عليكم شويه. البطاطس اهي، اهي بصوا شايفين لونها اتغير ازاي اهو. ما تخلوهاش تأخر اكتر من كده علشان ما تبقاش مستويه معاكم. احنا عايزينها بس يا دوبك كده ايه، يعني هي مش نص مقليه، ربع مقليه. ربع مقليه. هننزل برضو بنفس كميه البطاطس اللي انا حطيتها، خدت برضو في المصفى بتاعي وصفيتها برضو قبل ما احطها في الزيت برضو عشان ما تطرطش عليا وعشان ما تلزقش كمان مني في الحله بتاعتي. برضو هنديها التقليبه بتاعتها كده وهنخرج البطاطس زي ما قلت لكم، هي بس يا دوبك اللون بتاعها بس يتغير. هنجيب برضو نفس الكمية اللي احنا حطيناها صفيناها برضو نفس الكلام. بصوا انا كنت بحط حبة في الحلة وحبة في المصفاية، جزء في الحلة وجزء في المصفاية عشان يتصفى لحد ما خلصت كل الكمية بتاعتنا. طيب خلصت بقى الكمية بتاعتي، هاجي بقى هنا جبت اكياس التلاجة بتاعتي، فتحت الكيس يعني لحد الجزئين وحطيتهم بقى هنا. ايه، بدأت ان انا ارص بقى على الصواني بتاعتي. فنزلت باول جزء كده، فرشت الصينية بتاعتي وهنزل بالبطاطس كده جنب بعضيهم واحدة واحدة. عايزة توسعي شوية انت حرة، بس بص عايزة اقولك على حاجة، انا بالنسبة لي الكمية كبيرة فما كانش هينفع ان انا بص يعني اوسع جامد في البطاطس في بعضيها. وبعدين انا وريتكم في اول الفيديو ان حتى لو في حاجة مسكت في التانية، البطاطس دي متحمرة ونص تحميرة يعني فيها زيت. طبعا الاكياس بتاعت التلاجة ما كانتش محتاجة ان احنا ندهن زيت، مش هتلزق فيها ولا اي حاجه. البطاطس لو مسكت في يعني البطاطسيه في اختها وكده بتتفك بكل سهوله، يعني ما تقلقوش منها. حتى لو حطيناها في الطاسه بتاعه الزيت هتتفك واحنا بنحمر ومش هيبقى فيها اي حاجه. فكيتها برضو بايدي قدامكم فما جراش اي حاجه يعني. المهم عملت اول طبقه ونزلت برضو حطيت نفس الكلام، كيس بلاستيك فوق الطبقه الاولانيه اللي هو كيس التلاجة وحطيت عليه البطاطس برضو. وهجيب برضو الطبقه الثالثه وهعمل نفس الكلام، لاني انا زي ما قلت لكم الكميه كبيره فمش هينفع ان انا احطها على يعني على كذا جزء. انا بصوا قعدت يعني خدت، هم باتوا لتاني يوم اصلا، يعني باتوا جوه الفريزر لتاني يوم علشان الكميه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما خلصت ورصيت كل الكميه بتاعتي عملوا الثلاث صواني دول في ثلاث يعني في ثلاث طبقات، في ثلاث طبقات كل صينيه حاطه فيها ثلاث طبقات برضو. بس فهاخد بعد كده ان شاء الله الصواني. بس دلوقتي انا هشيل الكاميرا كده وهوريكم وهقرب لكم كده على البطاطس وهوريكم كده الكميه اللي خرجت كلها من العشرة كيلو بطاطس اللي احنا كمان شلنا منهم جزء للبطاطس المسلوقه وكده اهو. هاخد بس كل الكلام الحلو ده وهسيبهم بايتين يا بنات جوه الفريزر. هيباتوا هيباتوا، لان انا مش عامله طبقه واحده، انا عامله 3 طبقات مع كل صينيه. فهياخد وقت مني وهيبقى غصب عني مش هيخلصوا في نفس اليوم استحاله. انا باتوا مني لان انا كنت شغاله زي ما قلت لكم بالليل على اذان المغرب وكده، من بعد العصر لحد يعني يعتبر اذان المغرب انا فطرت وانا واقفه كده وانا شغاله. وانا شغاله واقفه فطرت. فدي ادي الكميه اهي. بعد ما خرجتهم كده من الفريزر جبت الصينيه الكبيره عشان اوريهم لكم وانزل كل البطاطس كده على بعضيها اهي. مفيش حاجه لازقه في بعضيها زي ما انتم شايفين، ولو في كام واحده ولا حاجه لازقين بيخرجوا بكل سهوله من بعض عادي يعني.
بس انا هنا كنت بفضي عشان عايزه اوريكم الصوت بتاع البطاطس المقطع اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بصوا انا بقول لكم اهو، حتى لو حاجه مسكت ما تقلقوش وما تخافوش منها، هتتفك معاكم بكل سهوله اهي. بصوا زي ما انتم شايفين اهو اهو. هنا كان واقف جنبي علي بيقول لي يا ماما لا امسكي البطاطس في بعضيها. امسكي البطاطس في بعضيها اهي. هعبي بس كده الكميه بتاعتي دي كلها كده عشان اشيلها برضو تاني جوه الفريزر، وهتخرجي كده البطاطس زي ما هي وهي متلجة برضو، هتنزلي بيها في الزيت بتاعك. انا كان نفسي ان انا اعمل لكم كده تجربة معايا وكده تشوفوها وهي بتتحمر، بس للأسف احنا كنا اتغدينا وكنا محمرين بطاطس. الكلام ده تاني يوم لو انتوا شايفين اللي هو يوم الجمعة، كنا اتغدينا وكنا محمرين بطاطس، فقلت هحمرها وهسيبها لبين حرام، فمحمرتش الصراحة. اكتفيت ان انا ابقى معاكم بس كده وانا بعبي الاكياس. طبعا الاكياس دي تعبيتها زي ما انت بتحبي، يعني على قد ما انتوا بتحبوا، على عدد الاسره كتير قليل، بتحبوا بطاطس كتير في السحور. وعلى فكره هي مش لازم تبقى للسحور بس، هي طالما موسمها وطالما هي رخيصه تنفع لاي وقت. انتوا عارفين احنا بصوا فطار غدا عشاء البطاطس دي بطاطس محمره اسهل حاجه، البيض والجبنه والبطاطس المحمره. فانا عشان كده بقول لكم هي موجوده في اي وقت، يعني مش موضوع السحور كمان وبس. فزي ما احنا بنقول في كل الاوقات بتبقى موجوده. المهم عبيت كل كميه البطاطس اللي معايا، مش عارفه الحبه دول زادوا فاضهم ازاي وحديهم. انا عبيتهم عملوا 12 كيس، يعني انا عبيتهم عملوا 12 كيس. خلصت كده من تعبيتهم وهحطهم جوه الديب فريزر. تمام. ياخدوا برضو يكملوا بقيه بقيت وقتهم لحد ربنا ما يريد يعني ويتاكلوا. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم.